الله الرحمن الرحيم. مستشار سمير الزهار رئيس مجلس إدارة نادي بهتيم هيقول على آخر تجديدات أو آخر التطورات في الملعب الكبير للفريق الأول. إيه اللي تم فيه بالظبط؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا برحب بأعضاء الجمعية العمومية وبأهل بهتيم المحترمين الكرام، وبقول لهم إن شاء الله مجلس الإدارة دائما بيحاول بقدر الإمكان إن هو يتعامل مع كل المشكلات اللي داخل النادي بحرفية، وإن شاء الله كل المشاكل بإذن الله هتكون لها حلول عندنا. وطبعا اول ما جينا هنا او استلمنا المهمه بتاعتنا، الملعب ما كانش على ما يرام طبعا، وكان محتاج تكلفه عاليه جدا عشان يرجع لتاهيله مره ثانيه. بادرنا فورا اول ما جينا وكان الموسم شغال، وقبل ما الموسم ينتهي تقدمنا بطلب لوزاره الشباب بان هم يساهموا او ان هم يقوموا بتاهيل الملعب من جديد، لان الملعب طبعا وقت ما كنا اتكلمنا تكلف تكلفه عاليه، وقالوا 800,000 جنيه وقالوا ارقام كبيره جدا، فقلنا لا احنا مش هنقدر على الموضوع دوت. توجهنا بطلب لوزاره الشباب وقعدنا ندعم طبعا ونروح ونيجي ومقابلات ولقاءات وحاجات كتيره جدا، ولكن طبعا اتجاه وزاره الشباب كله اتجاه على مراكز الشباب بس، انما الانديه مالهاش دعم عند وزاره الشباب، مالهاش علاقه بيها. كل يقول لك استثمر يا عم واعمل اللي انت عايزه واستفيد من النادي، ونعمل الاستثمار، وبرضه الوزاره بتاخد مننا نسبه من اي استثمار موجود داخل النادي. فاحنا قلنا مش هنقدر نستنى بقى قرار الوزاره، والوزاره طبعا دلوقتي مشغوله في نقلها بقى العاصمه الاداريه، وكان احنا داخلين على موسم جديد، فكان لابد ان احنا نفتح النادي ونبدا شغل في النادي عشان ان شاء الله نبدا عليه الموسم القادم باذن الله تعالى، رغم ان هو ده هيرهقنا ماليا شويه، ولكن ان شاء الله باذن الله هنبقى قدها باذن الله، والدنيا كلها بتكاتف كل اعضاء الجمعيه العموميه وبتكاتف مجلس الاداره المحترمين اللي معايا، ان شاء الله باذن الله هنقدر نخلص على خير ونخلص الملعب في احسن وازهى صوره باذن الله. وكان من ضمن المشاكل الكبيره اللي عندنا الملعب الرئيسي اللي بقاله فتره زمنيه كبيره جدا، كان لابد من ان هو يتم قلب الملعب من جديد واعاده تاهيله مره اخرى خلال ال10 سنوات الاولى من انشائه، ولكن ما تمش ده طبعا، فبالتالي اصبحت الارض مليئه بالملوحه طبعا اللي هي نسبة الأملاح عالية فيها، فده بيؤدي إلى إن هو مهما عملنا من ترقيع ومهما عملنا من نجيل يتحط عليها وأسمدة نسبة الملوحة بتخلي النجيلة تموت تاني. فإحنا قررنا إن إحنا خلاص إن شاء الله ناخد الموضوع من جذوره ونبدأ إعادة تأهيل الملعب من جديد مرة أخرى. وطبعا إحنا شلنا طبقة كبيرة جدا منه وحلينا محلها طبقة أخرى، وشغل الليزر وشغل التسويات وشغل الحاجات دي طبعا الجمعية العمومية طبعا عارفة، وطبعا صور الشغل نزلت على صفحة النادي وعلى الصفحات الشخصية عشان نخلي الجمعية العمومية تتابع اللي احنا بنعمله. احنا بنعتبر اللي احنا بنعمله دلوقتي ده مشروع كبير داخل نادي بهتيم، إعادة تأهيل الملعب الرئيسي، واحنا عارفين دلوقتي ان قانون الرياضة واللوائح دلوقتي هتحتم على الأندية ان يكون عندها ملعب نجيل طبيعي، وطبعا تم آراء كتيرة بتقول لك ما تحولوا يا عم نجيل صناعي وحولوا كذا، لا النجيل الصناعي طبعا احنا عارفين ان هو بيصيب اولادنا وبيجيب لهم بعض الازمات والامراض والعياذ بالله، مثل الرباط الصليبي ولا ميه على الركبه ولا الكلام ده، ثم اصبح غير مقبول دوليا من الفيفا ان يكون لعب المحترفين على ارض غير النجيل الطبيعي. ده خلانا ان احنا في ظل الظروف اللي احنا بنمر بيها واللي الجميع عارفها، ان شاء الله احنا مستمرين في اعاده تاهيله مره اخرى اللي يكون على مستوى نادي بهتيم الرياضي العريق، وان هو فعلا ثروه قوميه موجوده داخل النادي، وان شاء الله بنعيد تاهيله مره اخرى، وبنوعد الجمعيه العموميه ان شاء الله ان هيكون في ملعب نجيل طبيعي يتحاكى به كل المحافظه ان شاء الله، ويبقى من احسن الانديه من احسن الملاعب اللي موجوده باذن الله. وان شاء الله نحاول ندبر كل الموارد اللازمه، لانه هو هياخد مننا موارد كتيره، ولكن هو في النهايه ثروه قوميه بالنسبه لنادي بهتيم، واعضاء الجمعيه العموميه ان شاء الله هيفتخروا بنادي بهتيم وبملعب نادي بهتيم في المرحله القادمه باذن الله. وان شاء الله دوت هيكون بمساعدتكم طبعا ووقوفكم جنبنا، اعضاء جمعيه محترمه ما لهمش اي اهداف شخصيه سوى ان هم يتكاتفوا مع نادي بهتيم ومجلس اداره نادي بهتيم اللي الحمد لله ماشي في خطى ثابته رغم كل اللي بيقال ويصار، لكن احنا ان شاء الله شايفين شغلنا وبنتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى، ما بنتعاملش مع افراد، وان شاء الله بنلتفت عن اي صغيره او اي صغائر بتحصل ضد مجلس اداره نادي بهتيم، ولكن بنتعامل مع كل المحترمين من اعضاء الجمعيه العموميه اللي بيشجعونا، وبنقول لهم خليكم معانا وتابعوا معانا ان شاء الله وتفرجوا على الملعب ده، ان شاء الله هيكون حاجه وهيكون صوره جميله جدا جدا بفضل الله على مستوى حدث نادي بهتيم وعراقة نادي بهتيم. تحيات لحضراتكم جميعا، وطبعا بستغل الكلمة وبوجه تحياتي وشكري وتقديري إلى الجمعية العمومية بنادي بهتيم لوقوفهم جنبنا، وبوجه لهم كل التهنئة
بمناسبة العام الهجري الجديد، وإن شاء الله بإذن الله يكون عام سعيد علينا وعليكم جميعا وعلى الأمة وعلى مصرنا الحبيبة. ربنا يا رب يجعل دايما مصر أمن وأمان سخاء رخاء بإذن الله. تحيات لحضراتكم أهالي بهتيم وأعضاء الجمعية العمومية. سمير الزهار، رئيس نادي بهتيم الرياضي.